السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم نشارك معكم طاولة من طاولات الرمضانية المتواضعة. صلوا على الحبيب المصطفى وهيا نبداو على بركة الله. انا درت طاجين زيتون في هذا الطاوله، اروحوا معايا نوجدوه كيف نديرو شويه زيت في طاجين. انا درت طاجين فخار، نزيدو عليه حبه بصل متوسطه مقطعه ولا مبشوره، ونزيدو الدجاج تاعنا نقلوهم غايه. مولي نقلوهم نزيدو الكروطه مقطعه دوائر، والزيتون اللي كنا غليناه في ماء وورقارند. بالنسبه للتوابل نديرو الملح، سكينجبير، تابل الدجاج، فلفله حمراء، الحرور، معدنوس والكركم. نمرقو بالماء مغلي. ملاحظه في الزيتون ما تكثروش الملح، باسكو نعرفوا بلي الزيتون يجي شويه مالح. انا درت غير شويه تاع ملح. هذه هي. قلنا نمرقو بالماء مغلي، ما نكثروش بزاف التمريق باش تجينا ماكلتنا بنينه وعاقده. نبلو عليه ونخلوه يطيب على نار هاديه. الطاجين الفخار يبغي النار هاديه بزاف، ناقصه بزاف، يطيب في خاطره. هنا نجو نعطيكم استيوس. بالنسبه لطاجين الفخار، شفتوا هذا الفارغ اللي في البلاع، نديروا له شويه تاع ماء كي ينشف. كاين حاله تانية، معناتها طاجين تاعنا راه محتاج تمريق، مازال ما طاب، نشف يا راح كلش طايب. هذه هي، خليناهم يطيبوا. وجيت هنايا ندير الفلفله تاعي اللي نعيطوا لها تشكشوكه، اللي هي فلفله بالبصل. كنت شويت الفلفله وزدت لها حبه تاع بصل مقطعه بهذه الطريقه، حبه طماطم، زوج فصوص ثوم، وزدت لها مغرف طماطم مصبره، الحرور، الملح، زدت شويه ما مغلي، وخليتهم يطيبوا. نبلعوا عليهم وخلوهم يطيبوا. هذيك الخضر كاع دوك تتبال معنا، البصله والطماطم يتبالوا مره على مره، نحركوهم. وها هي كي طيب كتجي معنا تعقاد، وكاع الخضره تاعنا تدبال. هذه هي. ودرك بغيت ندير مملحه سهله بالعجينه المورقه اللي كنت خدمتها معكم المره اللي فاتت. بكريمه الجبن، تجي بنينه خفيفه وما تقهمش. الكريمه نحتاجو فيها مغرف كبيره زبده ندوبوها فوق النار، نزيدو لها زوج مغارف كبار فرينه، نخلطوهم غايه، نديرو لهم كاس حليب ونخلطو فوق نار هاديه حتى تعقد معنا. يعقد معنا هذا الخليط. نزيدو لها الجبن المبشور، نديرو كميه معتبره من الجبن، اي نوعيه تكون عندك تاع جبن. انا استعملت هذا كان عندي. انا بشرو قلنا كميه معتبره. نزيدوها فوق هذاك الخليط اللي كنا درناه فوق النار، نخلطو غايه، ونزيدو لهم رشه تاع حرور بهذه الطريقه. فوالا قلنا نخلطوهم بالفوي بيان، ونرجعوهم فوق النار يعقادوا. هنا كنت زدت لهم رشه تاع حرور، نخلوها حتى تعقد، نطفو عليها ونخلوها دو كوتي تاني تزيد تعقد. هنا جبنا العجينه المورقه تاعنا اللي كنا خادمينها، نحلوها هكا، نديرو الفرينه باش تسهل علينا الطريقه، نحلوها على شكل مستطيل، ونقلعو هذوك الزوائد اللي ما يكونوش نيشان باش يتشكل لنا مستطيل بيان فيني. فوالا هذه هي. مور لي بردت انا هذيك الكريمه تاعنا نديروها في لابوش هكا، ونرولو مره ونص كيما راه موضح في هذه الطريقه، ونبلعو بالماء. فوالا كيما راني ندير الطريقه راهي موضحه. رولو مره ونص، نديرو شويه ما في العجينه ونقطعو. غير مسحه تاع ما نكتروش باش تبلعنا العجينه تاعنا ولا ما تحللناش في الفرن. ندهنوهم بصفار بيضاء وشويه حليب من الفوق، وندخلوهم للفوق اللي كنا ديجا حميناه من قبل. نشعلوا عليه على النار قويه، وكي ندخلوهم نقصوله باش العجينه المورقه تاعنا تطيب في خاطرها وتتورق وما تتعجنش. فوالا هي النتيجه النهائيه. نديروا لهم شويه من هذيك الكريمه اللي بقات ونزينوا بالجبن. هنا جيت ندير السلطه تاعي، درت سلطه متنوعه، سقيت فيها السلطه خس، وزدت لها
بصل، مايس، كورنيشون، خيار، طماطم، ونزينو بالبيض مغلي ونديرو الفينيغرا تاعنا بيان سور. وها هي طاولتي المتواضعة خواتاتي، شهيتكم في الجنة، صحة فطوركم، وما تنسوش تشاركوا في قناتي فضلا وليس امرا، والسلام عليكم، تهلاو في رواحكم، باي باي.